كوني أنا إنسان أحب علم النفس صراحة وأدرسها، فلاحظت في صفة مشتركة بين الدكتاتوري والإنسان اللي هو عنده النرجسية. النرجسي دائما هو الصح، ما بيحب يعترف بأخطائه، دائما هو الأفضل، يرى الكل أقل منه. والدكتاتوري دائما هو الصح، ممنوع الخطأ، ممنوع أي نقد، ما تستطيع ترد ولا شيء من هذا الأمر. فاليوم عندنا فيديو صراحة في واحد عم يرد على الشيخ محمد بن شمس الدين، وبما أنه هو يتكلم لغتي وعم يحكي باللغة العربية، فرح رد عليه صراحة، بما أن أنا أيضا كردي بدي يحكي كمان باللغة العربية كما هو فعل بذات نفسها. وللتبيان أيضا بأننا لسنا جميعا حقا هكذا، ولازم أن أحكي باللغة العربية صراحة حتى توصل الفكرة الصحيحة عن هذا الشعب، عن الشعب الكردي. ايش غربي بنيرلو؟ خطبت وحدة كردية وما وافقوا علي لأني عربي. كذاب لانك دعدوشي. عندك فيديوهات تحكي عن كرد دعدوشي ولا كمل. طبعا هذا هو منظور الشيوعي، هذا هو منظور الماركسي، هذا هو المنظور العلماني، هذا هو المنظور الذي يخالفونه فأنت عدونا. هذا موجود عند الشيوعيين، وهذا أحد من أتباعهم، ويوجد بيننا كثر صراحة. يعني يقول لك خالفتني فأنت عدوي، كما يفعلون البعض الآن. إذا أنت تخالفه أنت سروري، أنت خارجي، أنت مبتدع. إذا تخالف الطرف الثاني يقول هكذا. فهذا أيضا فئة من هذه الفئة. هو لا ينتمي لأي فرقة أو حزب صراحة. الشيخ محمد مسلم، ما دخلوا في أي فرقة من هذه الأحزاب التي تقول عنها. دعدوشي ولا كمل. قل لوالدها. شوف السفاهة والتفاهة اللي عندك، صدقا سافه وتافه جدا. كيف تقول للشيخ ولك؟ ما عندك أنت أسلوب الرد العلمي؟ ما عندك أسلوب أدبي؟ هل يعقل أنت هكذا مثلا؟ هل تعيش على هذا المبدأ الحظيري والاسطبلي؟ هل هكذا تترعرع؟ هل هكذا تعيش بين إخوانك وأهلك؟ أم أنك تربيت على ذلك؟ ما أدري ما هذا الرد السخيف. بعدين الشيخ ماذا أخطأ؟ هل أساء لك؟ لا. هل شتمك؟ لا. يتكلم قصة. وشوف، فوق ما أنه يتكلم بعض الكلمات الكردية بدلا منك أن تحترمه، بس أنت شيوعي، فكر ماركسي ليني، مستحيل تتقبل أحد إذا ما يقول بقولكم. جالسين بيننا. قل له يعني كاكا من عرب تو كرد، عرب كرد يك عرب كرد. كذاب، عرب كرد مو وياك. نحن لحال وانتم لحال، بعدوا عنا. إذا كانت حقا هكذا، لماذا كان يوجد شيء اسمه أخوة الشيوع؟ ولماذا عبد الله أجلان يقول بذلك إلى الآن؟ يقول بذلك. لماذا يدعون إلى أمة ديمقراطية وليس إلى أمة كردستانية؟ أنا كإنسان كردي صراحة، فيعني أنا أرفض هذا الفكر، إني ما هذا أمة ديمقراطية. ما أدري من أي منطق أتى بها، ولا يدعو حتى يعني زعيمكم لا يدعو إلى كردستان أصلا ولا شيء، يدعو إلى فكر شيوعي لا أكثر ولا أقل. آدم كرد كر آدم عرب دي. والله ما في غيرك كر آدم، ليش تحكي عن كرد وتغلط؟ شوف كمية الجهل اللي عندك. أنا أقولها وعن جد عم بحكي معكم، رغم أنه راح يجيني كثير انتقادات على هذا الفيديو. الشيخ يقول كر آدم باللغة الكردية، نحن نقول أذكر آدم من النار. بما أنك تتكلم بلساني، نحن نقول أذكر آدم، أنا ابن آدم، بس أنت شخص تافه. نحن كرد بني آدمين، أنت كر آدم. ما قلت كر آدم، قلت كر آدم. لا أسلوب أدب، لا تاريخي، لا رد تاريخي ولا أدبي ولا علمي ولا حضاري، لا منطقي ولا فلسفي ولا ديني. ما عندكم شيء حقيقة، ما عندكم شيء. أنا أتكلم على الماركسيين. طبعا بما أنه عم نزل هذا الفيديو فراح يقول هذا عدو. طبعا هؤلاء هكذا صراحة ما يتقبلون أحد. نحن الكرد هؤلاء لا يتقبلون. هؤلاء نفسهم الذين يسيئون لنا ويهاجموننا، حتى توصل الفكرة. أما الشعب الكردي العريق الذي له تاريخ مشرف وعظيم، ومنهم من علماء وكبراء العلماء،
فهؤلاء حقيقة نحن نعتز ونفتخر بهم. أما مثل هؤلاء الشرذمة فنحن والله لا نشتري بقشرة بصلة. لا تكون هيك عم تغلط بناموس. بين شو قصة بأدبي الشيخ اللي بيجي بناموس الشيخ تشترى نقطية. كيف تطول لسانك عليه بهذه الطريقة؟ كيف؟ أقسم بالله فكر يعني من قبل الجاهلية حقا. ارجع إلى الكهف. كهف كثير. روح على الحظيرة. كرد مسلم. لا كذاب، مو كل الأكراد مسلمين، أنا كردي وماني مسلم. طيب الشيخ يتكلم على المسلم وليش تقول له كذاب؟ لا أنا مسلم ونحن الشعب الكردي أكثر من 80% مسلمين. ترى زد 30-40% دي بدك زد 30% زد والباقي كله مسلمين. أنت مو مسلم، شو يعمل لك أنت مو مسلم؟ بعدين ما دخلك تتكلم على المسلمين؟ ليش تحشر أنفك في شيء ما بتعرفه؟ استمر. أنا كردي وماني مسلم، ليش عم تكذب؟ أنت كذاب. لا مو كذاب الشيخ، أنت الكذاب. الكرد أكثرية ذو غالبية مسلمة وهذا شيء معروف حقيقة. إذا وقيس سبحان الله فعلا لابد من الشجرة، يعني أن البستان لابد منها أن تكون الشجرة ما تنبت. سبحان الله لا تكون شجرة خربانة بين البستان وأنت واحد منهم. يعني الشعب الكردي الشعب جميل ورقيق وذو حضارة عريقة صراحة وذو أدب وذو احترام وذو خلق. فهؤلاء لا يمثلوننا يا أخوة. يك ناباشم خود تحميلة بتصير باشم. تديت شغل زمان دريجي والله العظيم ما عندكم حتى أسلوب الرد. شوف كيف ردك تافه ورخيص جدا، رخيص مثلك أنت. خود تحميلة عرب كرد. شوف ما هذا ماذا نقول له مثلا؟ شوف أنا أقولها لو أنت ما تربيت هكذا ما كنت حكيت هكذا أمام العلن، بس أنت تربيت في البيت هكذا صراحة. في أخوات، في نساء، في عالم، في شباب يسمعوك. شو هذا الكلام اللي أنت الآن تقوله؟ معقول؟ فعلا أصبح الآداب ملفتا للانتباه. إن شاء الله يمشي الحال. لا ما يمشي حال، لأنه مستحيل لو تشوف ورا ظهرك وهيك تجي بتصير قرباني. مستحيل بنات الكرد يصيروا لك. ما راح يصير قربانك ولا راح يصير فداء لك صراحة. بعدين يعني هذا فكر قائدكم الذي يقول جنجان آزادي المرأة وحرية الحياة. فالمرأة حرة في اختيارها إذا أراد أن تأخذ عربي، إذا أراد أن تأخذ أفريقي. الآن نحن نرى في السوشيال ميديا واحدة مشهورة جدا تزوجت واحد أفريقي وهي كردية. ما رأينا من لسانكم شيئا، ما نطقتم، صم بكم عمي. بس هؤلاء حقا يعني هؤلاء هم ضد الكرد المسلمين بذات نفسهم يا أخوة. هؤلاء الذين نحن نناقشهم، هؤلاء الذين يشوهون سمعتنا، هؤلاء الذين يسبون ديننا، هؤلاء الذين يسبون لنبينا صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الفيديو شوف كيف الحرب عليه. الكرد يصيروا للعرب مع احترامي لكل العرب، بس أنتوا هذول هيك شكلات دعاديش مستحيل. تمام. أي شكل داعش؟ أنت كل ما واحد ربى لحيته وأصبح داعشيا مثلا. شيخ بيران صاحب الثورة ضد أتاتورك العلماني الذي هو العلماني الذي فكره مثل فكرة الشيخ بيران كان لحيته أطول من لحيتي. مير محمد راوندس كان لحيته أطول من لحيتي. من أحدثك؟ ما أخلص صراحة إذا أحدثك. فأنتم ضد المسلمين صراحة بغض النظر عن عراقهم وأشكالهم. بنات الكرد للشباب الكرد والشباب الكرد للبنات الكرد. الناس أحرار صراحة، ما حدا دخل في أحد. أنا إذا أردت أتزوج وحدة من أفريقيا ما حدا دخل فيني، والمرأة الكردية إذا أردت تتزوج إنسان خارج عن ملتها هي حرة صراحة. ما هذه القيود اللي أنت جايب لها؟ نص شبابك في ألمانيا متزوجين ألمان. ما تضحك علي يا زلمة. وهاي نقطة انتهى. ويا دعدوشي يسعد مساك برجلي. شوف قلة أدب، لا حياء، لا احترام، ولا رد منطقي صراحة. إنسان تافه لا قيمة له في الحياة. فيا أخو هذا الإنسان وهو ومن على شاكلته لا يمثلنا، ونحن أيضا لا نعتز بهم ولا نفتخر بهم، لا هم ولا أفكارهم التي أتوا بها صراحة. هؤلاء الذين هم أعداء لنا وللمسلمين. فنرجو